يا صباح السعادة، كل سنة وانتم طيبين. ينعاد علينا وعليكم رمضان يا رب، الخير والصحة والسعادة والستر يا رب. اللهم بلغنا رمضان. النهاردة حبيت أصبن التلاجة بتاعتي وأعمل أساسيات المطبخ قبل ما أعمل التفريزات بتاعت شهر رمضان الكريم. ما تنسوناش بلايك واشتراك في القناة وتابعوا الفيديو للآخر. مع يوميات أسهل وصفة مع أم ملك. انا هنا ابتديت اصبن الرخامه بتاعتي، وبعد كده شطفتها وابتديت اصبن المواعين بتاعتنا اللي فطرنا فيهم. بعد كده اشوف ايه اللي ورايا. انا بعد ما صبنت الحوض بتاعي ابتدي اشطف المواعين اللي انا صبنتهم. انا جبت صينيه كبيره عشان ارص فيها المواعين اللي انا بشطفهم. هنا انا جبت الصفايه بتاعت المواعين. هنا اصبن الجزء اللي من تحت، وبعد كده ابتدي افكها عشان اعرف اصبنها، اغسلها كويس. انا هقطع رخام علشان اعرف ادعكها حلو. بعد كده اشطفها واركنها على جنب لحد لما تتصفى، علشان بعد كده ارص الصحون بتاعتي فيها، الاطباق بتاعتي. هنا جبتها فكيت الجزء اللي تحت واللي فوق. لو هتعرفي تفصليها عن بعضها هتعرفي، مش هتعرفي صبنها زي ما انا بعملها. كده بشطفهم واركنهم على جنب لحد لما يتصفوا. بعد كده اركبها وارص الاطباق بتاعتي فيها. بعد كده امسح مكانهم. اغسل الرخامه وامسحها بفوطه نظيفه. هنا اشطفها وبرضو اركنها لحد لما تتصفى حلو. هي دي اللي بحط فيها المعالق والشوك والسكاكين.
انا فضيتها وابتدي ايه اصبنها حلو، عشان ايه في الزوايا بتاعتها بيبقى ايه بيبقى في تراب وسخ حاجة بدعكها حلو. بعد كده اشطفها واسيبها ايه تتصفى. هنا جبت السلكة بتاعتي محب الصابون سايل، ابتدي اصب مطرحهم. بعد كده هجيب فوطة نظيفة وامسح الرخامة بتاعتي، برضو امسحها تاني ولمعها حلو. بعد كده لما صفت وبعد ابتديت رصيت الاطباق فيها واوريها لكم في الاخر، وريتها لكم في الاخر اهي. بعد كده هصبن التلاجة بتاعتي. انا كده كنت فاصلها التلاجة من امبارح بالليل، علشان انا التلاجة بتاعتي بتعمل كميات تلج رهيبة، وعشان الدنيا ساقعة بيغيب لما ايه التلج يسيح. هنا اصبنهم برضو كويس، وبعد كده اطلع الرفوف كلها واصبنها برضو كويس واشطفهم واسيبهم برضو ايه يتركنوا. بعد كده اصبن التلاجة بتاعتي بحبة صابون سايل. وفي الاخر بجيب فوطة نظيفة مع شوية خل، وابتدي ايه امسح التلاجة كلها وامسح امسح التلاجة كلها وامسح الفريزر والرفوف اللي في باب التلاجة والتلاجة من بره ومن جوه برضو ايه بالخل، علشان تفضل التلاجة معايا ريحتها حلوة وما تعملش ريحة ابدا. كده انا هرفعهم على الحوض كده على الرخامة، اسيبهم بس ايه يصفوا علشان اخلص التلاجة والاقيهم ايه الصفوا تماما. هنا هكمل باقي التلاجة وبعد كده ايه ارجع لكم تاني. هنا انا خلصتهم. بعد كده ايه جبت كروانة معايا اهي او حلة بلاستيك فيها حبة صابون سائل ومية وسلكة بتاعت المواعين اللي احنا بنصبن بيها، وصبن التلاجة بتاعتي. كده ابتدي بالفريزر بصبنها. بعد كده انزل بالتلاجة من تحت واصبنها كويس. انا كنت قبل لما اغسلها كنت حاطه لها شويه صابون سائل الاول علشان تنطفي معايا وتبقى زي الفل، ما تاخدش معايا وقت. هنا برضو فوطه وابتدي ايه انشفها. كده امسح الزوايا اللي فيها مكان الرفوف كويس. وبعد كده ايه اجيب فوطه نظيفه شويه خل وامسحها كلها من بره ومن جوه زي ما قلت، وامسح باب التلاجة ومن بره علشان اعقمها. هنا برضو جبت السلكة للرفوف اللي في باب التلاجة،
هنا بعد لما خلصت التلاجة كنت ماسحة الارضية، بس للاسف الفيديو اتمسح مني، معرفتش انزله لكم. لمعت الارضية بعد لما خلصت التلاجة، خلصت الرخامات وخلصت المواعين بتاعتي. هنا خل، بصوا، علشان اعقمها وامسحها كويس. ما تنسوناش بلايك واشتراك في القناة، قولي لي رأيكم ايه في الكومنتات، وما تنسوش تحطوا لنا لايك. بصوا برضو هنا برضو بحط ايه خل برضو وبمسحها. التلاجة برضو من بره واوريها لكم في الاخر. بصوا التلاجة منورة وزي الفل ازاي. ما تنسوناش بقى بلايك واشتراك في القناة. هنا برضو المواعين لما خلصتهم. بصوا، وشكرا والسلام عليكم.